السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك ودمرهم تدميرا. اللهم آمين يا رب العالمين. حلقة النهاردة ملانة مفاجآت يمكن حضراتكم تتصدموا فيها. يعني يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة إذا كنت مش مشترك، ودعم زر الجرس، ويعني انت فاهم الكومبو كله كده على بعضه. فيتوريا هيغور في داهية خلاص، لكن مش سايب جنيه، مش سايب مليم، زائد ان هو مظبط، يعني هو مربط يمشي من هنا، مش هيريح اسبوع وهيلعب في نادي خليجي او هيروح يدرب نادي خليجي. طبعا هو ناجح مع الانديه، لكن هم جابوه يجربوا معانا احنا بس في المنتخبات. الغريبة ان مفيش حساب للي عمل العقد. يعني كروش اللي قبله كان $70,000 بالفريق بتاعه كله، جايبين لي من 70 ل 200. يعني اللي قبله على طول 70. سيبك من ايهاب جلال، ايهاب جلال ده مصري ما يتحسبش، لكن من 70 ل 200 النطة دي كلها، وواحد عمره ما مسك منتخبات. يعني المفروض ان اللي عمل العقد ده انا مصمم ان هو يتحاكم. لكن هيهات امبارح هاني حتحوت قال نفس الكلام اللي احنا قلناه بالنسبه لكابتن احمد شوبير. قال لك ان اداره الاهلي متضايقه من احمد شوبير وزعلانه من احمد شوبير، لان هو السبب في بوظان الصفقه بتاعه حارس المرمى، وهو اللي اتكلم على بسام وابو جبل وان هو بس مش اتكلم، لا ده خد بعض الإجراءات التي تؤدي إلى فشل الصفقة. يعني بعيد عن الإعلام، في حاجات في الكواليس حصلت، في اتصالات حصلت عشان يبوظ الصفقة. نفس الكلام اللي احنا قلنا إن شوبير بيلعب لمصلحة ابنه ومش مهم النادي. يعني النهاردة لما تيجي انت شوبير، هنقول إن هو لعب مثلا 20-30 مباراة مع الأهلي. طب اللي بعد منه، طب الشباب اللي بعد منه اللي ما لعبوش ولا مباراة، يعني لو هو اتصاب ايه اللي هيحصل؟ انا مش عارف انت ليه بتعمل كده. انا قلت قبل كده انك انت بتكره الناس في مصطفى شوبير. في مباراة ودية للاهلي ان شاء الله مع سيراميكا يوم الاثنين بمشيئة الرحمن في استاد القاهرة، استعدادا للفريق البلوزدادي. مش عارفين بقى اذا كانوا هيذيعوها او هيعملوها مفاجأة عشان الفريق ما يشوفش الفريق البلوزدادي، يعني ما يشوفش الفريق. يا عالم كولر هيوافق ببث المباراة او مش هيوافق. طبعا الاهلي سجل الصفقتين خلاص، احنا قلنا الكلام ده لحضراتكم، ان هو صفقة المدافع والمهاجم الغاني الحمد لله. وده لازم نشكر فيه هاني رمزي وبدر رجب ووليد سليمان، فريق السكاوتنج كله، وهو ده المنجم اللي احنا بنتكلم عليه. الصفقتين كلهم ما يجوش ربع صفقة مصرية، يعني مبلغ زهيد، منجم. لازم نروح نجيب يعني حتى استثمار. يعني ما لعبش معاك، بعد سنة بعد 2 هتبيعه وهتكسب فيه. يعني هو ده اللي احنا عايزينه دايما في النادي الاهلي. ما نروحش نجيب لعيب جاهز، واللعيب الجاهز ده ندفع فيه 3 وبعد كده ما يجيش يتأقلم. ده ممكن الصغير ده هو اللي تدريجيا يتأقلم معاك. وسام ابو علي شد في الخلفية من الدرجة التانية، يعني هيقعد له من 10 ايام لاسبوعين، ربنا يشفيه وربنا يشفي الونش برضه اصابه في الركبه، بس الحمد لله بيقولوا انها بعيده عن الصليب وبتاع، لسه ما لعبش. الف سلامه على الونش ووسام ابو علي. مصطفى اشرف يا جماعه، مصطفى اشرف، انا عايز اقول لكم على حاجه يمكن تكون مفاجاه. ناس من جوه النادي الاهلي قريبين جدا من مراكز القرار بيقولوا ان الاهلي ما قربش من الصفقه دي من قريب ولا بعيد نهائي. ده كلام انا بقوله لحضراتكم، يمكن يتكذب بكره، يمكن يتكذب النهارده، لكن المعلومه اللي وصلت لي من جوه النادي الاهلي بيقول لك، يعني ده اقسام لي ان الاهلي ما قربش من الصفقه بتاعت مصطفى اشرف من قريب ولا بعيد. ده اللاعب كان الموضوع ده قديم،
وبعدين اتكلمنا في ان هو كان عايز بالدولار وبتاع، والاهلي بعد وقال لك سيبه لما نشوفه بقى وبتاع، يعني يكون ايه سنه ولا حاجه او موسم. وبعد كده طبعا اتدخل الزمالك. الولد اهلاوي وعايز يلعب للاهلي، هو ووالده اللي عرضوا نفسهم على الاهلي، لكن العقد اللي متقدم من نادي الزمالك مشكله كبيره. مشكله يعني انك انت تيجي تقول لي 11 مليون للاعب عنده 19 سنه ما كملش 20 سنه. طب انت كده هتخرب لي ما اصل هم ما عندهمش حد بيحاسب، يعني دايما مديونين ودايما مذلولين ومادين ايديهم المستشفيات وبرضه الصفقات. ما هو انا اراك توزع من مال امك. انا انتوا لو تعبانين في الفلوس دي، انتوا عارفين عواد كان الشناوي حارس مرمى المنتخب بياخد له 6 7 8، وعواد كان قاعد احتياطي الموسم كامل وكان بياخد 16 مليون. دول ناس مش تعبانه في القرش، عليهم مليارات، عليهم مليارات للبلد. ويجوا الحسيني امبارح يقول لك الصفقات الزمالك ماليا قادر على اي صفقه. لما انتوا قادرين على اي صفقه ومعرضينها قوي، ما تدفعوا الديون اللي عليكم، ما تدفعوا للاوقاف والضرايب والكهرباء والميه، ما تدفعوا الديون دي. ده انتوا عندكم مشكله في مستحقات اللاعبين. تجيبوا لاعب عنده 19 سنه مصري تدوا له 11 مليون جنيه، امال كمان 3 4 سنين ياخد كام؟ ويجي بعد كده احمد سليمان يقول لك اطالب من الدوله دعم الزمالك ب 4 مليون دولار عشان تفرتكوهم. يعني انا مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي. فاتضح ان الاهلي ما قربش من الصفقه. هل الكلام ده تمويه؟ هل الكلام ده حقيقه؟ هل الكلام ده كذب؟ والله دي المعلومه اللي جات لي. المفروض ان الاهلي لا يخلص، لان الموضوع كله لحد يوم 6، لا يخلص لا يعلن ان الصفقه دي بعيده عنه، ويبقى العطل ده من الفريق بتاعه بقى. الفريق بتاعه مش عايز يستغنى عنه، يبقى مش الاهلي. المفروض ان يبقى في توضيح للمعلومه ديت عشان الناس، في لغط كتير في الموضوع. الاهلي فتح الملف تاني بتاع محمد بسام. سيراميكا كليوباترا عايز بقى لمصطفى مخلوف يعني مش مصطفى مخلوف بس، مصطفى مخلوف واحمد عبد القادر او القندوسي بيع نهائي في ال6 اشهر بتوع بسام. ما تاخدوا استاد التتش. هو ليه الاهلي لما بيعوز حد بيعملوا كده معاه؟ يعني انت عايز مصطفى مخلوف واحمد عبد القادر، يا اما مصطفى مخلوف والقندوسي بيع نهائي؟ لا، خلوا لكم محمد بسام. المشكله يا جماعه ان كولر قال لك اذا ما كنتوش قدرتوا تجيبوا واحد للبطوله الافريقيه، انا عايز واحد للبطوله المحليه. مش هينفع ان انا اسيب مصطفى شوبير لوحده. ده قرار كولر، لازم تتصرفوا لي في حارس مرمى كبير. زائد المعلومه اللي عندي ان في تركايه ممكن تحصل تخلي الحارس ده يشتغل افريقيا برضه، يبقى معانا قاريا. ايه هي؟ انا ما اعرفش ايه هي التركه، ما اعرفش. هل هيدفع له فلوس؟ هل الاهلي ممكن يدفع غرامه ويأيده؟ ما اعرفش. بس لو الكلام ده ممكن، يبقى لازم ان يكون في استماته، وده اللي بيحصل فعلا من النادي الاهلي للحصول على توقيع حارس مرمى متميز يبقى ساند مصطفى شوبير. وده الكلام اللي احنا قلناه. ودايما الاهلي بطيء في الصفقات. دي آفة عندنا واحنا معترفين بيها بصراحة. يعني بنعتمد على ان اللاعب بيبقى عايز الاهلي، ويبقى يقعد يأخر نفسه عشان الاهلي، ويقعد يعمل مشاكل عشان الاهلي، ويقعد مش عارف ايه عشان الاهلي. لكن انت اتحرك برضه، انت ساعد اللاعب. اخبار نادي الزمالك بقى، معتمد جمال اعترض على موضوع ان هو يبقى الراجل الثالث وبتاع، خاصة لما عرف ان رأيه غير مهم مع الجهاز الفني. يعني رأيه مش هياخدوا بيه. يعني هو قاعد معاهم، طب انا لو قلت رأيي هتفكروا في قال لك لا، فاعتذر. واتضح ان مجلس ادارة الزمالك هو اللي طلب من جوميز ان يجيب مدرب حراس مرمى معاه عشان يخلصوا من اوسا. يعني اوسا ده من ايام مرتضى، من رجالة مرتضى هو وعبد الواحد. فهم قالوا لجوميز وهو جاي قبل ما يمضوا معاه، قالوا له هات معاك مدرب حراس مرمى وقول انك انت جايب معاك مدرب حراس مرمى عشان نخلص من اوسا. وعرضوا على اوسا انه يدرب في الاشبال لو هو حابب. يعني انت حابب، خلصوا منه،
من الاخر بالطريقه كده. يعني انت لو عايز تضرب بقى في الاشبال درب، مش عايز يعني خلي عندك شويه كده واتكل على الله. بالطريقه خلعوه. اخر خبر بقى معانا، ويليامز امبارح هو اللي لعب قصاد الراس الاخضر 4 ضربات جزاء من 5 يصدهم يمين وشمال، 3 يمين وواحدة شمال، 4 ضربات جزاء. ومن المتوقع ان هو ياخد احسن حارس مرمى في البطولة ويستحقها. ده حارس مرمى مين؟ صن داونز جنوب افريقيا امبارح صعدت على حساب الراس الاخضر بقيادة وببركة وبخبرة ويليامز. كان امبارح اعجوبة، اللعيبة كانت بتخش مرعوبة بقى خلاص، ما هو خلاص حس ان هو هيصدها قبل ما يشوطها. ألف مبروك لجنوب أفريقيا وألف مبروك لبيرسي تاو ابننا. احنا كل ما نشوف الحاجات دي نحزن على البطولة السهلة اللي راحت مننا بسبب الاتحاد العار اللي عندنا. شكرا لحضراتكم، ويا ريت ما تكونش نسيتني في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتدعيم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.